السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرفكم ازاي تقروا اختبار الحساسية واللي بنوصي بيه في أول أسبوع من الدورة، واللي ليه أهمية كبيرة جدا في معرفة المضاد الحيوي المناسب للبكتيريا الممرضة الموجودة في القطيع. بس الأول لازم تعرفوا إن اختبار الحساسية دلوقتي بقى من الأمور الضرورية، ما بقاش اختياري، لأن طبعا الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية ده أدى لظهور مقاومة كبيرة ضد المضادات الحيوية من أغلب الأمراض الموجودة حاليا. ومش بس كده، ده كمان أشهر المضادات الحيوية أصبحت مقاومة، يعني ما بتجيبش نتيجة. عشان كده لازم نعمل اختبار الحساسية، واللي هيوضح لي نوع المضاد الحيوي المناسب للمرض الموجود في الطائر. طيب الاختبار ده بيتعمل ازاي؟ بتتوجه لأقرب معمل بيطري، وبيبدأ إن هو ياخد عينة من البكتيريا الممرضة دي من أماكن متفرقة من جسم الطائر، ويبدأ يحط العينة دي في أطباق، ويحطوا معاها أنواع مختلفة من المضادات الحيوية، ويبدأوا يشوفوا النتائج. لو المضاد الحيوي قضى على نسبة كبيرة من البكتيريا الممرضة، يبقى ده كده سنسيتيف، أو بيرمزوله بعلامة 4 زائد أو بحرف الإس، وده اللي بيوصى باستخدامه، لأن ده اللي هيجيب نتيجة لو استخدمته. أما لو المضاد الحيوي قضى على نسبة بسيطة، فده كده بيكون متوسط الحساسية. يعني ايه متوسط الحساسية؟ يعني لو استخدمته هتكون نتيجته ضعيفة، وده بيرمزوله بعلامة زائد أو 2 زائد. أما لو المضاد الحيوي ما جابش أي نتيجة وما قضاش على أي بكتيريا، يبقى ده كده مقاوم أو ريزيستنس، وبيرمزوله بحرف الآر أو علامة السالب. طيب هنقرا اختبار الحساسية ازاي؟ هنديكم مثال في صورة قصادكم دلوقتي. لو المضاد الحيوي مكتوب جنبه حرف الإس أو جنبه 4 زائد، ده كده بيكون شديد الحساسية، وده أقدر استخدمه لأن ده هيجيب نتيجة معايا. وكمان برضو لو جنبه 3 زائد بيعتبر برضو سنسيتيف حساس، وبرضو بقدر استخدمه. أما لو المضاد الحيوي جنبه زائد 1 أو 2 زائد، فمعنى كده إن نتيجته هتكون ضعيفة، لأن ده بيكون متوسط الحساسية. أما لو المضاد الحيوي قدامه حرف الآر أو علامة السالب، فده هنستبعده تماما، لأن ده مقاوم ومش هيجيب أي نتيجة معايا. في النهاية بنأكد عليكم إن انتوا ما تستخدموش أي مضاد حيوي في الدورة إلا لما تعملوا اختبار حساسية الأول، ويكون في حالة الضرورة فقط. وطبعا لو انتوا بتستخدموا البرنامج الأورجانيك بعائلة الباي فاكتور، هنتجنب تماما الاستخدام المفرط للأدوية، وهنقدر نستقبل ونمشي الدورة بدون أي مضاد حيوي. طبعا لو واجهتك أي مشكلة أو عايز تطلب البرنامج الأورجانيك، تقدر تكلمنا على الأرقام الموضحة على الشاشة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.